يغيظني قوي التصاريح اللي بتبقى لبعض الفنانين ورجال الاعمال اللي بيتكلموا فيها عن الفلوس. يعني مثلا اللي يقول لك انا رحت اتغديت في المطعم الفلاني اتعشيت فيه مثلا بكام الف جنيه، واللي يقول لك انا رحت الساحل معرفش بكام، واللي يقول لك انا خدت في اعلان 30 مليون جنيه. في تصريح لاستاذ احمد العوضي يقول لك انا خدت 30 مليون جنيه في اعلان وكل 3 ثواني معرفش ب 10 مليون حاجه كده. يعني في تصريح منسوب ليه كده موجود على السوشيال ميديا منتشر قوي. ومش عارفه ليه. يعني ربنا يزيدكم، ربنا بجد يزيدكم. بس ليه نتباهى بغنانا قدام فقر غيرنا؟ ليه بجد؟ يعني دلوقتي في الغلا والكوى اللي الناس فيه، في ناس كتير قوي تحت خط الفقر. في ناس مش لاقيه قوت عيالها، في ناس مش لاقيه تجيب لبس الهدوم لعيالها، في ناس مثلا عندها حد عيان مش عارفه تدفع له مصاريف العلاج. ليه اطلع اقول انا خدت كام مليون وانا بقول اعلان؟ هو انت طلعت دهب من بقك مثلا؟ ما تخليها جواك، ما تخليها في نفسك. هو انا ليه لازم اطلع اتباهى بده قدام العالم كله؟ يعني كفايه الاعمال اللي ما يعلم بيها الا ربنا اللي عملتوها لنا في رمضان، حاجه كده لا تتشاف ولا تتسمع بجد. ليه كمان لازم اقعد اتباهى بالفلوس اللي انا اخدتها قدام الناس كلها وانا عارفه اني يعني هقول ايه، كام في المية من الشعب المصري مش لاقي ياكل مثلا؟ وفي ناس يا عيني بتشقى من اول ما تطلع 5 الصبح لغايه اخر النهار مش قادره تجيب 200 300 جنيه عشان تكفي مصاريف ولادها. وانا اطلع اقول انا عشان ابين بقى ان انا اعلى اجر واعلى مشاهده، وبصوا انا جامده ازاي وبصوا انا جامد ازاي. ليه؟ الناس بجد هتستفيد ايه؟ يعني الناس لما انت تطلع عليهم بتصريح زي ده هتستفيد منك ايه؟ غير ان في ناس ممكن تحقد عليك. ان شاء الله يعني طالما انتوا بتتباهوا بالفلوس كده علني قدام الناس، ربنا يعني ايه، يعني يفتح عينين بتوع الضرايب عليكم، واكيد هم مفتحين عينيهم عليكم يعني. فربنا يفتح عينين بتوع الضرايب عليكم كمان وكمان. وبعدين انا شفت لك منظر والناس ملمومه حواليك، تعالوا نشوفه كده، فرجوا. اوعوا كده، اوعوا كده، اوعوا ايه ده فنان؟ يعني لا بجد ايه ده؟ يعني انا اعرف ان الناس لما بتشوف الفنان بتجري عليه وتتصور معاه. حضرتك لما بيكون ليك اي عمل في رمضان انت اللي بتطلع تجري على الناس، بتروح لهم القهاوي، تمشي في الشوارع علشان نعمل منظر ونقولوا بصوا الناس بتحبيني ازاي، بصوا انا اعلى مشاهده ازاي. انت اللي بتروح لهم، انت اللي بتروح لهم. يعني انت لما تلاقي الناس مثلا على قهوه ما طبيعي يتلموا عليك. لما تدخل للناس في قهوه وهم بيتفرجوا على مسلسل، او تمشي في وسطهم في الشارع، ما هيتلموا عليك. هو احنا لازم نبين ان احنا جامدين قوي وان احنا ناس بتحبنا قوي. على فكره الحركات دي كان بيعملها محمد رمضان وكان بيبقى دمها تقيل، بجد كان بيبقى دمها تقيل، ما كانش حد بيحبه. يعني لما كان بيعمل الحركات دي او يتباهى باسطول العربيات اللي عنده، او الصابونه الذهب اللي بيغسل بيها وشه، انزلوا لتحت، بصوا لتحت كده. في قطاع كبير من المصريين بيبقى مش لاقي قوت يومه، وحضرتك طالع تقول انا خدت في اعلان كذا، واللي يقول لك انا عندي صابونه ذهب، واللي يقول لك ليه التصاريح المستفزه دي؟ ليه بتستفزوا الناس؟ ربنا يزيدكم يا رب، ربنا يزيدكم. بس ليه استفز الناس بتصاريح غريبه؟ ليه؟ يعني انا مش شايفه لها داعي بصراحه ان انت تستفز الناس بالتصاريح دي. ما بتزود الا حقد بعض الناس عليك. بدايه سقوط الانسان هو الغرور. يا ريت بلاش تمشي في طريق محمد رمضان، يا ريت، لان حتى اللي بيحبك مش هيحبك.